العربي معكم انتم بتلاقي انه اكثر مهتمين فيكم اكثر من لبنان وللاسف؟ كاعلام كاهتمام مزبوط. كاعلام كمان وقتها كنا نسافر يعني بضل في اعلام، بضل يجوا حدا يصورونا يعملوا انترفيو معنا، وهذا الشيء يعني كثير مهم وبيحمس. مثلا هون ما بيصيروا هالاخبار انترفيو او بيسالوا كثير قليل. مثلا بس كنا بقطر كانوا مثلا يجوا يطلعوا انه اف هيدا اللعيب كثير منيح، هيدا البنت انه من وين انتم وهيك، ويا ريت انا يا ريت انتم بالفريق معنا وهيك يصيروا يقولوا. هون بلبنان ما حدا بيقلنا. طب اليوم لعب الفوتبول او الباسكت بيجي عقد احتراف تا يروح يلعب برا. لعبة التنس هل ايضا نفس الامر او لا فقط هي لعبه فرديه تحتاج الى لعبه فرديه يعني كل التكاليف مثلا اللي عليك انت بدك تروح تتمرن، انت بدك تعمل مجهود لتصير يعني مش مين بيأمن لكم هالتكاليف نانسي؟ يعني تكاليف باهظه، تمارين وقدرات وسفريات وغيرها متابعه، يعني تحتاج الى وزاره او الى دوله يعني. مزبوط. يعني الوزاره غايبه، كل يعني ما في غير اهلي ورحن عم بيساعدوني. تواصلتوا شيء مع حدا من وزاره الشباب والرياضه؟ نعم تواصلنا بس ما في ميزانيه عاده كل سنه بتنزل، المفروض انه يكون فيها لكل اتحاد لعبه. ما في يعني للاسف. الاتحاد مغيب فاكيد. لا رحنا عند الوزاره وقالوا لنا انه بدك تتوجه عند الاتحاد، فالاتحاد الاتحاد مش موجود. على امل انه يصير موجود الاتحاد. اليوم اليوم ايضا نانسي بهذه اللعبه اللي عم نحكي عنها التنس، حضرتك بتلعبي للسيدات، مع مين بتنبسطي اكثر لما تلعبي ضده؟ مع مين انا بتكوني مبسوطه لما تلعبي معه؟ يعني كل المتوش اللي بيلعبها يعني كتير هيك بتحمس وحلوه، وفي مش بس لعيبه حدا، يعني في عده لعيبات كتار المنافسين كتار. مزبوط. ويعني الحلو انه هلا صار في عم يجي من لعيبه من برا، يعني من بيكونوا لبنانيه بس انه عم يجوا من رومانيا، عم يجوا من استراليا. هذا الشيء عم يحمسني اكثر اني اتمرن اني نافسهم. ولاحظت هالشيء انه من هذيك السنه كثير فرقت. هذيك السنه كانوا عم يربحوني، هالسنه يعني خسرتهم اغلبيتهم كلهم. كيف قادرين توفقوا هيك بين الدرس واللعبه؟ هلا هي اللعبه بحد ذاتها بتنظم لك حياتك اذا كنت بتحبها. يعني نحن مثلا انتم منظمين اموركم اكيد. اذا عندك كثير درس مش رح اروح اترك درسي كمان كرمال هيدا. بنعرف ايمت وعندنا اكيد اذا ما كنت عم بتمرن بالملعب في عندنا اكزرسيسات بالبيت عم نعملهم. يعني فتنس. واجهتي شيء بداياتك هيك من الاهل انه خلص اتركي هاللعبه خلينا نركز بالدرس؟ بصراحه ولا مره. اهلي يعني حتى خصوصا امي كانت ضلها تشجعني انه كانت ضلها تقول لي هالجمله. هل كانت تلعب شيء تنس قبل على الحب؟ لا ما كانت تلعب، بس هلا كثير بتحب الرياضه. يعني وهي صغيره كانت تحب الرياضه بس ما توفقت قدرت تعمل رياضه. يعني اليوم انتم عم تحاولوا انك تعوضوا يلي فهي عم تعوضنا. هي عم تشجعنا شيء، خصوصا اكيد بيي يعني كمان عم بيشجعنا. على طول واقفين حدنا، وهذا الشيء كثير انه بيفرحنا. بس كيف انه اليوم الواحد بيشوف المصادفه انه اخوه والاخوه اثنين كثير مناح وايضا شركاء او يكونوا بالملعب وعم تكونوا يعني بطريقه كثير منيحه وناجحه عم تكونوا باللعبه. مزبوط. يعني نحن صرنا انا بقول لك الاستاذ بس كوتشنا نحن بشان الحاج هو عملنا، يعني بلشنا من الصفر معه. حلو. من الصفر هو يعني اللي عملنا، هو الجزئيه كثير كبيره اكيد. بتشوف اليوم انه في حدا هيك لكم منافس؟ هل في حدا شقيقين ايضا باللعبه؟ شقيقين لا ما في شقيقين. هذا اللي بيميزكم بتشوفوه ايضا اكثر شيء نانسي وجاد. الكركه يعني وين ما نروح الكركه. طيب جاد اليوم ايضا لاعبين هيك زملائك بتشوفهم منافسين لك، مين فينا نعرف هيك؟ في اسامي، في جوفاني سماحه كمان منافس له، لاعب مهم يعني ممتاز. وفي أنطوان براي شريكك يعني بكون انا وياه مثلا عندنا ماتشين، بكون عندي ماتش ضده والماتش الثاني معه. يعني بس على الملعب ما في صاحبي كذا، برات الملعب غير شيء كليا. نعم. هلا نانسي شو عندك اقرب بطوله لإلك؟ لانه انا بدي اصير روح تابعك ان شاء الله. مش لانك من العائله، لانك بالتاكيد موهبه وانت بجد تستحق المتابعه يعني. اخر بطوله هلا رح العب بدبي بالجانيوري، رح سافر العب بطوله. هاي البطوله كمان دوليه. بكل البلدان بيشتركوا فيها. انت حتكون ممثل لبنان بهالبطوله. مزبوط. ممثل ايضا جاب البطوله قريبه لك هلا. انا صراحه للصيفيه لانه ما راح اقدر اسافر لانه عندي جامعتي ودروسي هلا، فعم ركز اكثر شيء عليهم. بالصيفين واكيد بالجامعه يعني عم يعملوا في بطوله العالم للجامعات السنه الجايه رح اروح عليها. بشارك فيها كمان. نعم مزبوط. بتمنى لك توفيق. نانسي كلمه اخيره لك، يعني بسرعه يمكن مرق الوقت، حابين نحكي اكثر بس هيدي
اعتبرنا نحن مقابله سريعه، ان شاء الله بمقابلات اخرى حيكون لنا مقابله. كلمه اخيره لك نانسي. اول شيء بدي اشكرك لاستضافتنا اليوم، بدي اشكر اذاعه الاي ام بي وبدي اطلب من الدوله انه عن جد اهتموا مش بس فينا، بكل لعيب موهوب. حرام كلنا يعني كل انسان قادر يوصل، وبتمنى من الدوله او من اي شخص قادر يساعدنا، الشركات ايضا، الشركات او اي حدا، مش بس رح يساعدنا، لان عن جد انه عم نشوف في كثير اولاد مش بس بالتنس بكل الالعاب مظلومين. صح. بتمنى انه يساعدونا. نعم. كلمه اخيره لك جاد. بدي اتشكرك اكيد على استفدنا اليوم، وبدي اتشكر اذاعه الان بي، واكيد بدي اشكر استاذ رشاد حج يعني لولا ما كانت، وبدي كمان اتشكر اهلي، وكمان بدي اتشكر كمان وكالة البابلة بلبنان. هي شركة عم تقدم لنا قد ما فيها الماتريال اللي لازم، انه راكيتات وشنط واسبادريات. انا بدي اتشكركم، بتمنى لكم التوفيق، جاد نانسي وجاد كركي، ان شاء الله ترفعوا اسم لبنان مثل ما عودتونا دائما. مشاهدينا الكرام، عندنا فاصل، ومن بعد الفاصل عم نلتقي ايضا بموهبتين في عالم كرة القدم، هبه جعفير لعبة كرة القدم النسائية، ومحمد المرقبة